وفي يوم 8 أغسطس 1995 البروتوتايب عمل خطة شيطانية جمع فيها كل الألعاب والدمى الحية اللي اتعذبت في المصنع زي هاجي واجي ومومي لونج ليجز، وللبروتوتايب اداهم الإشارة عشان يبدأوا باللي عرفناه في اللعبة باسم ساعة الفرح. والدمى هجمت على كل العلماء والموظفين في المصنع وقتلتهم بوحشية جزاء لكل اللي كان بيتعمل فيهم. أما البروتوتايب راح وقتل أبوه إليوت لودويج انتقاما منه على اللي عمله معاه، وبعدها خد الأطفال اليتامى الموجودين في المصنع ونزل بيهم للمعامل السفلية. بس في ناحية تانية أخته بوي ومجموعة من الدمى رفضوا اللي حصل في ساعة الفرح لأنها كانت مجزرة بمعنى الكلمة، وحصلت حرب ما بينهم تسمى حرب الألعاب واللي انتهت بفوز البروتوتايب والدمى المتحالفة معاه. وبوبي بعد المجازر اللي حصلت وكل الناس والدمى اللي ماتوا قدامها، بوبي حست بالذنب والرعب من كل ده وهربت واستخبت في أوضتها وهي بتعيط، والبروتوتايب بيلاقيها وبيحصل حوار ما بينهم كالتالي: